اعترف لاعب المنتخب الفرنسي عادل رامي في برنامج أستون فوت أنه كان يود اللعب للمنتخب الوطني المغربي عندما تلقى رسالة دعوة من الجامعة الملكية المغربية 2018. لكن الذي منعه من ذلك هو مدربه كلود بويل. قال له: أنت لا تعرف في هذه الدنيا شيء، عليك أن تفكر مليا وألا تضع حواجز أمام مستقبلك. وكان رفض مدربه لحاقه بعين الأسود صدمة للاعب، وقال أنه بكى في غرفته طويلا ولم يكن يريد أن يخالف أوامر المدرب، لأن المدرب كانت له يد كبيرة عليه وكان ساعده وأدخله إلى عالم الاحتراف. وللإشارة فإن عادل رامي كان من اللاعبين الذين فازوا مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم في نسخة روسيا 2018.